عاوزاكي تجربي تعملي البانيه بالطريقه دي، بجد هتلاقي طعمه في حته تانية. بصي بقى، طعمه مختلف، اولا طعم قوي، مزز كده ومظبوط، ظابطه بنت لذينه. واهم حاجه سهل، هتعمليه في 5 دقايق كده وانتي واقفه، وعلى طول تسويه، يعني مش تحتاجي تركنيه في التتبيله ولا حتى ربع ساعه، لان التتبيله قويه ومتعتقه قوي. كمان بقى بيليق مع كل حاجه، ممكن شويه محشي حلوين كده زي اللي بوريهم لك دول، خطير ملوش حل. ممكن كمان تعمليه بقى مع شويه مكرونه، شويه رز بسمتي، سندوتشات للولاد كده مع بطاطس محمره وشرايح طماطم وخس. يا نهار ابيض، بجد طعمه فظيع. طيب هقولك بنعمله ازاي، بس لو عجبك حطي لايك عشان اعرف بس المحتوى اللي بقدمه ايه ظروفه، يعني مقبول، شغال، وحش. تمام. طيب هاتي بقى كيلو بانيه، واهم حاجه يكون متقطع حتت تخينه، ما يكونش رقيق زي اللي احنا هنقليه. خلاص. بعمل له تشريحات كده بالسكينه، ليه بقى؟ عشان التتبيله لما نحطه فيها او نحطها عليه يعني تخش كده جواه، وبعدين لما نسويه يبقى جوسي كده وحاجه تانية، هيعجبك. تمام. بعد بقى ما عملناه بالطريقه دي، طبعا مغسول كويس جدا ومنقوع وزي الفل عشان ما يكونش فيه اي ريحه زفاره. نعمل بقى التتبيله الخطيره اللي بنقول عليها. عندي هنا دول 4 فصوص توم، حلو كده. نزلت عليهم بمعلقه فلفل اسمر، وهنزل عليهم كمان بمعلقه حبهان مطحون. انا بكسره في الهون كده بالقشر بتاعه وبحطه على طول يعني. دي بقى معلقه كبيره روزماري ناشف، برضو دقدقتها كده في الهون بسرعه، وعصير ليمونتين، ده اهم حاجه الليمون ده. حطيت كمان مكعب مرق الدجاج بطعمه، لو انتي مش عاوزه ما تحطيش. ونزلت عليه بربع كوبايه زيت، واديت له الملح. ودي بقى عاوزاكي تجربي التتبيله دي، بجد نفسي انا بعمل بيها الفراخ بتطلع خطيره. التتبيله دي قويه قوي، ميكس الروزماري مع الثوم مع الليمون. ويا سلام بقى في الفراخ لو تحطي له حته زبده، حاجه تانية. قلبت بقى التتبيله بتاعتي كويس قوي، وهحط فيها البانيه زي ما اتفقنا بمنتهى البساطه. وهاخده على طول زي ما قلت لك اروح اشويه، مش هتحتاجي، يعني انت لو سبتيه 5 دقايق 10 دقايق مش هيضر، تمام مفيش مشكله. بس لو انت عملتيه على طول هيطلع نفس الطعم، لان التتبيله فعلا قويه ومظبوطه. هنا بقى كنت افتكرت ان عندي روزماري فريش، فطبعا ايه رحت قطعت كده حتتين، لا فرقوا في طعمه بجد. روزماري فريش برضو حاجه تانية، قطعتهم كده، غسلتهم وقطعتهم عليه، دعموا الطعم كده وصحصحوه، عارفه خلوه منعنش. بس ظبطنا البانيه بتاعنا، هناخده بقى ونروح بمنتهى البساطه على جريل حامي او طاسه تيفال، اي طاسه تيفال، المهم تكون تيفال عشان ما تلزقش. تمام. سخني الطاسه كويس قوي، ما حطيتش اي اضافات فيها زي ما انت شايفه كده، نزلت بيه على طول، هو فيه الزيت بتاعه وفيه كل حاجه. اول حاجه بقى هتكوني نازله بيه على نار عاليه، والطاسه ايه او الجريل سخن قوي ياخد صدمه، وبعدين هدي النار عليه، اديله بقى فرصه ان هو يستوي كويس. ومش بياخد وقت على فكره، ما تغيبوهوش عشان ما يشدش معانا. تمام. بس وعلى فكره برضو مش بياخد لون غامق، هو لونه بيفضل كده، يعني هو استوى بس خد لون التشويحه الحلوه دي، ما بيغمقش عن كده. وعلى فكره ده صحي، يعني الطبقه الغامقه دي ساعات بتبقى متعبه خصوصا الناس اللي عندها قولون يعني. بس مجرد ما استوى طلعته على شويه بقدونس كده حلوين، وشوفي بقى احلى كلام. عاوز اقول لك بقى لو عملتيه كمان في ايام المدارس حلو قوي، اسهل من البانيه بقى، يعني بنتبله بقى بقسماط وبيض والكلام ده، اسهل جدا يعني. دي حاجه. الحاجه التانية، حلو قوي وانت بتعمليه سندوتشات كده للولاد، تحطي معاه صوابع بطاطس كده محمره، في الفينو بيبقى تحفه، شريحتين طماطم، حته خيار، بجد حلو. وبعدين ممكن تطلعيه بمنتهى البساطه من الفريزر، مش هياخد منك اي حاجه. عاوزاكي بقى تجربيه وتقولي لي رايك زي ما قلت لك. وبعتذر عن صوتي والازعاج اللي انا هضطر اعمله بعد كده، لانه للاسف عمالين ينبهوا ان كل صناع المحتوى لازم يقدم محتوى اصلي، والمحتوى الاصلي لازم يكون بصوتك، وطبعا الفيديو انت اللي عامله. فكنت بحط مسلسلات وهفضل احطها طبعا، بس مش على كل الفيديوهات، هضطر بعد كده انوع، يكون فيديو كده وكده، واستحملوني بقى.